بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة البابا كرولوس ومرمينا العجائبي. النهاردة معجزتنا هتبقى جميلة جدا جدا ومميزة، لأن هي عن شفيع القناة بتاعتنا هو مرمينا العجائبي. وطبعا ما ينفعش تكون معجزة عن مرمينا وما يكونش فيها البابا كرولوس، أو العكس، لأن هما الاتنين أصدقاء وبيحبوا بعض جدا، وما ينفعش واحد يعمل معجزة وما يكونش فيها شفيعه أو حبيبه معاه. فمعجزتنا النهاردة عن مرمينا ومعاه كمان البابا كرولوس. بس قبل ما نتعرف على معجزة النهاردة بتقول ايه، ياريت اللي بيسمعنا لأول مرة يدعمنا باشتراكه في القناة ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل إشعار بتقدمه قناة البابا كرولوس ومرمينا العجائبي. تعالوا بينا نتعرف على معجزة النهاردة بتقول ايه. معجزتنا النهاردة بيحكيها دكتور من طمة. بيقول ان بنته الكبيرة اسمها كريستين كانت وقعت على الأرض وهي بتلعب، وفي الوقت ده هما ملاحظوش أي حاجة عليها في الوقت ده. لكن لما جه الليل وبدأت الدنيا تبقى تليل، يعني لقوا ان حرارتها ارتفعت ل40 درجة، وركبتها اليمين المفصل اتورم جدا، يعني بقت ورمة جدا جدا، وقعدت تصرخ طول الليل. والصبح اخدوها عملوا لها كونسولتو من الدكاترة، لكن الدكاترة دول كلهم عجزوا ان هم يشخصوا الحالة بتاعتها، وعملوا لها أشعة على ركبتها لكنها ما أظهرتش حاجة غير طبيعية خالص. فضلوا ان هما يعالجوا فيها بالمضادات الحيوية والمسكنات، لكن حالتها كانت بتزداد سوء وبتتدهور أكتر وأكتر. فوالدها عرضها على دكتور أخصائي عظام في سوهاج. لما شاف مفصل الركبة بتاع البنت الدكتور اتألم جدا جدا، وقال لهم كده ربنا يستر، دي حالتها خطيرة جدا. وبيقول ان الإصابة اللي موجودة عندها دي بترجع لوجود ميكروب بين العظم والمفصل، وقال لهم ان لازم يتعمل لها عملية، وربنا وحده هو اللي يعرف مدى نجاح العملية دي ايه، وممكن الآثار اللي تترتب عليها بعدها ممكن تحصل لها عجز بعد العملية. وفي يوم جمعة أخدوا عينة من الصديد اللي موجود في ركبة البنت دي علشان يعملوا تحليل يعرفوا نوع الميكروب اللي موجود في ركبتها ده ايه، ومدى استجابته للمضادات الحيوية اللي هي كانت بتاخدها، لأن هي أخدت مضادات حيوية كتير جدا. وعايزين يعملوا تحاليل عشان يعرفوا نوع الصديد ده ايه، وبناء عليه يحددوا المضاد الحيوي اللي هي هتاخده علشان علاج ليها يعني، ويعرفوا كمان نوع الميكروب اللي موجود في ركبتها ده ايه. والدكتور طلب ان هي تفضل في الفراش بتاعها او في السرير لغاية ما نتيجة التحليل تظهر ويتعمل لها العملية، وحدد العملية ان هي هتكون يوم الاثنين. والد البنت رجع للبيت منهار جدا، وفضل يبكي في مرارة وعنده حزن شديد جدا جواه، وقلقان من لما بيفكر في مصير بنته والمستقبل اللي مستنيها، وان هي ممكن يحصل لها بعد العملية اي عاهة او اصابة يعني هتحصل لها، او عجز هيحصل لها بعد العملية، واللي هي هتفضل معاها مدى الحياة، وطول حياتها هتفضل في العجز اللي هيحصل لها بعد العملية، لان حالتها خطيرة جدا. بيقول في الوقت ده ما كانش قدامي غير ان انا ألجأ لربنا واقعد اصلي واطلب من ربنا ان هو يمد ايده بالشفاء. وبعدها جه في دماغه ان هو يروح للأنبا فام اسقف طمة، وفعلا راح ليه وطلب منه ان هو يذكر بنته في القداسات، وان هو يصلي ليها دايما، كل ما يصلي يتذكرها يعني ويفتكرها في صلاته علشان ربنا يمد ايده بالشفاء. وطلب من الكهنة ان هم ييجوا يعملوا له صلاة قنديل في البيت بتاعه، وطلب من كل الناس اللي يعرفهم وقرايبه وكل الناس اللي يعرفهم ان هم يصلوا لأجل بنته، ان ربنا يمد ايده ويتحنن بالشفاء عليها، وان هي ربنا يشفيها يعني من غير ما يحصل لها اي مضاعفات او اثار سلبية تأثر عليها في مستقبل. بيقول في الظهر بتاع يوم الحد اللي بعديه اللي هو قبل العملية، لقى ان بنته قامت من النوم وهي مبسوطة جدا وعمالة تقول هو كان هنا. فقرب من بنته وقعد يسألها ايه الحكاية وايه اللي حصل، فقعدت بنته تحكي له اللي حصل بالظبط كده. قالت له وانا نايمة شفت راجل ومعاه جمالين، وسألني
بالحرف كده وقال لي مالك يا كريستين؟ فردت انا قلت له ان هي قالت له يعني انا نايمه على السرير وعايزه العب مع اخويا اللي هو الصغير، فخلي بابا يسوع يشفيني عشان اقدر اقوم والعب مع اخويا. فرد عليها الراجل ده، بتقول رد عليا وقال لي بابا يسوع بعتني ليكي علشان اشفيكي. وبعدين شالها وركبها على الجمل، جمل من ضمن الجملين اللي معاه يعني. وبعدين قالت ان هو دهن رجلي بزيت. فسألته وقالت له هو انت مين؟ فقال لها قالت ان هو قال لها يعني انا اسمي ماريمينا. وبعدين بتقول ان هي شافت البابا كرولوس جاي ولابس من بعيد كده ملابس ملونة وشكلها جميل جدا جدا، وقرب ليا وبرضه هو كمان دهن رجلي بالزيت. وبعدها هي تقول الحلم بتاعها خلص على كده وصحيت من النوم. بيقول الأب لاحظ بعد كده ان بنته بتحرك رجليها بسهولة جدا جدا، لان هي قبل كده ما كانتش قادرة ان هي تحركها. وبعدين بيقول هو احتفظ بالحلم اللي هي حكته له ده لنفسه، وقال ان هو مش هيقول لأي حد خالص ولا يعرف اي حد باللي حصل والقصة دي الا لما يروح للدكتور. وفعلا اخد البنت وراح للدكتور حسب الميعاد اللي هما كانوا متفقين عليه. اللي الدكتور اول ما شاف البنت وبدأ يكشف على رجليها بقى مستغرب جدا ومندهش من اللي حصل، وقال ازاي تكون دي نفس الرجل اللي انا شفتها قبل كده واخدت منها العينة. الرجل دي البنت ما عطاهاش اي مضاد حيوي، يعني ما اخدتش مضادات حيوية بعد التحليل اللي عملوه. يعني لما عملوا التحليل بان ايه هو نوع الميكروب اللي عندها ونوع المضاد الحيوي اللي هي هتاخده. هي ما اخدتش لسه مضادات حيوية، فالدكتور مستغرب ازاي البنت الرجلين دي ما اخدتش مضادات حيوية وازاي هي بدأت تخف، او في اختلاف ملحوظ وتحسن عن المرة اللي كانت موجودة في شافها اخر مرة يعني. فردت البنت بكل بساطة وتلقائية وشفافية ليها، قالت للدكتور كده ده ماريمينا والبابا كرولوس كانوا امبارح عندي وعملوها. والدكتور يعني أقر ان دي معجزة بكل المقاييس. ووالدها يعني أصر ان هو يروح للدكتور مرتين كل اسبوع لمدة شهر علشان يتابع مع الدكتور ويشوف الحالة هتوصل لقد ايه، او يعني الموضوع فيه شفاء ولا لأ. وهي كان في تقدم ملموس جدا، والركبتين اصبحوا ان هما شبه بعض تماما. الدكتور طلب منهم ان هم يعملوا اشعة، لان بيقول المرض ده بيحصل عنه ترسبات بتخلي مفصل الركبة والعظام اللي حوله هشة كده وضعيفة. وفعلا عملوا الاشعة دي وظهر فيها ان مفيش اي حاجة، والعظام والركبة والمفصل كويسين جدا وحالتهم الطبيعية كويسة جدا. وبعد كده عمل أشعة تانية على الركبتين عشان يقارنهم ببعض، هم شبه بعض ولا لأ، والركبة السليمة اللي هي كانت سليمة من الأول شبه التانية ولا لأ. فتبين أو ظهر في الأشعة إن الركبتين متماثلتين تماما وفي حالتهم الطبيعية كويسة جدا. وده يدل على إن هي معجزة بكل المقاييس لماريمينا والبابا كرولوس، لأن الطب بيؤكد إن لازم عن المرض اللي البنت كانت موجودة فيه ده لازم يحصل لها عجز أو إعاقة تفضل معاها طول حياتها. لكن طبعا مفيش مستحيل عند ربنا، واحنا القديسين اللي بنتشفع بيهم عظام جدا جدا، وربنا مستحيل يرفض لينا طلب بشفاعة القديسين اللي احنا بنتشفع بيهم. بركة وشفاعة القديس العظيم ماريمينا والبابا كرولوس تكون معانا امين. كده بنكون وصلنا لنهاية معجزة النهاردة. ياريت تقولوا لنا رأيكم في التعليقات، ولو عجبتكم المعجزة ياريت تدعمونا بلايك وشير، وأرجوكم اذكروني في صلواتكم. سلام.